ده طلب تحليل دي ان ايه المسعد والوالد المجني عليها لمعرفة النسب، واقف على امضة حضرتك بس. ملوش اي لازمه يا زين. حتى لو الولد ما طلعش ابنه، القضيه لابسه لابسه. ده كفايه بس طلقات الطبنجه اللي استخرجوها من جثه القتيله، ودم القتيله اللي في عربيته، والطلقه اللي خرمت كرسي العربيه. ده غير عامل المزلقان اللي شاهد ضده. يعني كل الادله دي تقفل اي قضيه. يعني حتى لو الولد ما طلعش ابنه، باذن الله هياخد اعدام. باذن الله. طب ولو قلت لك ان الطلب ده ليا انا؟ بلاش ليا، لله، عشان نثبت نسب الطفل الغلبان اللي ملوش ذنب ده. انا هوافق زين عشان عارف ان انت دايما بتعمل خير. طلب دي ان ايه؟ روح الله يبارك لك. الحمد لله يا ولدي، خبر زي الفل. بركة دعايا يا زين، انت تستاهل كل خير يا ولدي. ربنا يخليك يا ولي، خد بالك على روحك. مع السلامة، مع السلامة يا زينة الرجالة، مع السلامة يا ولدي. خير يا أمه، في حاجة؟ خير يا بنتي وألف خير. النيابة وافقت تاخد تحليل من الواد ومن مسعد. بيقولوا تحليل اسمه TNT. اسمه الدي ان ايه يا أمه؟ هو انا بكبرك واعلمك واخليكي شحطك دي عشان كاني قاعده في حضانه ولا ايه؟ خلاص انت حرة. اها. تعرفي يا ناديه، على قد ماني مبسوطه الواد ده هيعرف مين ابوه وهيورث من هتلر ويوجع قلبه، على قد ما هو هيوحشني، وعلى قد ماني مقهوره اسم صالح نضيف هيدخل بيت هتلر العافش ده. يا بنتي انتي الشوبينج هيجننك خالص. شنطة ايه اللي هتشتريها ب 3000 يورو دي؟ انتي عارفة المبلغ ده ممكن يحل مشاكل كام بني آدم؟ وانا مالي انا بمشاكل البني ادمين؟ طب هتروحي بيها فين بقى يا ستي؟ هتمسكيها وتروحي تستلمي جايزتك من مهرجان كان؟ الصبح هتقعد بيها في النادي وبالليل في الكافيه. ازيك يا فيروز، عامله ايه؟ ازيك؟ تمام الحمد لله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ كويسين. طيب انا لازم اروح عشان عندي مواعيد لازم الحقها يا جماعة. استنى يا فيروز، انا بقالي كتير قوي ما شفتكيش. ولا انت بقى مش عايز تقعدي معايا؟ لا مش عايزة ولا حاجة يا نور، بس انت عارف كويس ان انا ست متجوزة وما ينفعش اقعد مع راجل غريب في عدم وجود جوز. متجوزه؟ ولا انا عارفه انكم سبتوا بعض؟ لا دي إشاعة، انا مش عارفة مين وصلك الكلام ده. خلاص يا فيروز براحتك. انا اللي غلطان، حبيت اجي اطمن عليكي. لا انت مش غلطان ولا حاجه يا نور. اللي غلطانين صحباتي اللي قالوا لك تيجي من ورايا، مع انهم عارفين يعني اني ممكن اخسرهم في حركه زي دي. لا ولا ايه، تخسروا بعض. انا اللي همشي. ميرسي، باي باي. مساء الخير يا اسماعيل بيه. مساء النور يا عزت، خير طمني. مسعد حولوه لمحكمة الجنايات. يعني زين كان عنده حق؟ بصراحة كان عنده حق. واحنا اللي كنا شاكين ان زين ما عندوش اي ادله على الواد ده. تصدق زين ده يستاهل مننا اعتذار. مش للدرجة دي يا اسماعيل بيه، ما زين برضه كان مزودها يعني. هو مش وصلنا للي احنا عايزينه؟ الصراحة وصلنا النتيجة اللي احنا عايزينها. ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ يا بنتي انت مش كنت سبتوا بعض؟ حتى لو سيبنا بعض انا برضو لازم اراعيه في غيابه لحد امتى؟ لغايه ما يبقى الانفصال رسمي. هقولك على حاجه يا فيروز، انت اتغيرتي، حاساكي مش مرتاحه وانت قاعده في وسطينا، مش لاقيه نفسك. شكلك حبيتي الحياه في قنا. وحشتك؟ وحشتني جدا. وزين؟ زين هو اكتر حد وحشني، ما اقدرش انكر يعني ان انا مفتقداه جدا. نادي على المتهم. المتهم مسعد هتلر حيدر الطعاوي. موجود. الدفاع موجود؟ موجودين يا فندم. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء،
جئنا اليوم إلى ساحتكم المقدسة نحمل إليكم كلمة المجتمع الذي منحنا شرف تمثيله في واحدة من القضايا التي ننشد فيها الحق الذي يعيش في ضمائركم والعدل الذي شربت منه نفوسكم. قضية اليوم قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، قضية شاب أغرته الحياة الدنيا بالمال واتبع شهواته فسقط في مستنقع الجريمة فأضاع حياته، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ولكنه أيضاا أضاع معه شابة فقيرة فراودها عن نفسها وضغط عليها ثم قتلها. لقد ظهرت أوراق القضية بالأدلة الراهنة والبراهين الساطعة سطوع الشمس لكل ذي عينين على ارتكاب هذا المتهم الماثل أمامكم هذه الجريمة النكراء. وتنقسم الأدلة إلى أدلة قولية أقوال شهود، وأدلة مادية عبارة عن فراغات أعيرة نارية ودماء القتيلة، وأيضا أدلة فنية تقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي. شكرا سيادة الرئيس. الدفاع عنده تعقيب؟ سيدي القاضي، إن موكلي شاب في أحلى فترات عمره وابن أغنى أغنياء البلد، فمن المستحيل أن يضحي بمستقبله الواعد عشان خاطر ما تأخذنيش حضرتك في الكلمة شغالة يقدر يجيبها ويجيب زيها 20 واحدة بفلوسه. انتقي ألفاظك يا أستاذ بعد إذنك. تمام يا فندم. كمل. الموضوع كيد يا فندم وداخل فيه غيرة بينه وبين الشباب. أحد الشهود والضباط اللي اشتغل على القضية اللي هو النقيب زين القناوي، في بينه وبين موكلي خلافات كتير يا فندم ومشكلات عائلية قديمة، ده بالإضافة إنه بيكره موكلي، وأنا على يقين تام إن هو اللي دبر القضية لموكلي. عندك حاجة تانية عاوز تقولها؟ شكرا يا فندم. قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 22 مارس 2018. رفعت الجلسة. محكمة! خير إن شاء الله يا هتلر بيه. أنا مش عايز أسمع غير كلمة البراءة. ولدي يبقى في حضني. إحنا مش مقصرين في حاجة. أنتوا بكل الملايين اللي واخدينها وعايزين تجسروا كمان؟ اسمع منك له. لو ولدي ما اخدوش في يدي الجلسة الجاية وروحت بيه مش هيحصل كويس. تعملوها كيف مالي صالح، تدفعوا رشوة، تشوفوا حد يشيلها. دي قصتكم. فاهم؟